انا ليه قعدت من شغلي؟ ده اكتر سؤال انا سألته من يوم ما قلت اني قعدت في البيت. وانا الصراحة كان عندي اسباب كتير، ولكن انا قعدت في حيرة وتفكير في الموضوع ده 5 سنين بحالهم بفكر في الخطوة دي، وما اخدتش ابدا القرار بترك العمل نهائيا لحد دلوقتي. انا واخدة فترة افكر فيها واشوف الوضع الحالي هينفع اكمل حياتي بيه ولا لا. والصراحة أنا ما كنتش حابة أبدا أتكلم في أسبابي لأنها كلها شخصية، ولكن أنا مقدرة مدى الصراع النفسي اللي أي أم أو أي سيدة بتمر فيه أو بتمر بيه، هل تكمل في الشغل أو تقعد في البيت. الآثار النفسية، الآثار المادية، كل الحاجات دي أنا هرد عشان أنا عارفة إن الحيرة اللي أنا بقول أنا بقالي 5 سنين بفكر، فمقدرة مدى الحيرة. في الاول انا نزلت شغلي بعد اجازة الوضع. في الشغل اللي انا كنت فيه وقت ما ولدت نزلت بعد اجازة الوضع على طول. وما قعدتش مع ابني لانه اهم سبب ان انا كنت بمر باكتئاب ما بعد الولادة، وده كان انسب حل ان انا انزل. فانا حسيت انه كنت محتاجة فترة ان انا اقعد مع ابني فيها. طيب ليه بالاخص دلوقتي؟ اولا انا كنت مضغوطة جدا فوق الوصف، حاسة طول الوقت اني في حرب ومش عارفة امشي الدنيا زي ما انا عايزة. حتى المقابل المادي اللي بيطلع بيروح في الولا حاجة، يعني كلامي دلوقتي مش تشجيع لأي واحدة في الدنيا انها تسيب شغلها. كلنا مختلفين، وممكن انا الضغط بيخليني شخص صعب، ممكن واحدة تانية يبقى عادي. نرجع تاني لجزء الماديات، ما اظنش ان في واحدة بتشتغل في الوقت الحالي وانا على رأسهم طبعا، انه ما مش عارفة احوش، يعني مش هعرف ان انا اعمل حاجة تخليني ابرأ نفسي قدام ابني اللي انا بتعصب عليه لما يكبر. انا كنت بتعصب عشان كذا، او انا كنت سايبة شغلي، كنت سايباك ونازلة شغلي عشان كذا، فاكتر وقت هو ممكن يبقى محتاجني فيه. وطبعا ربنا يعين اي واحدة، في ناس بتبقى فعلا ده الظروف ما بتسمحش غير ان هم يبقوا بيشتغلوا، فربنا يعين الجميع يا رب. نرجع تاني لجزء الضغط. انا في فترة كنت بخاف والله العظيم يجرالي حاجة بسبب ان كنت بودي ابني حضانة بباص، وكل يوم كان بيجيلي متأخر وانا ساكنة بعيد وشغلي بعيد وصاحية بدري اقصى حاجة، فلازم يكون في باص هو اللي ياخده عشان اقدر اروح في معادي. كانت حرب نفسية، انت اتأخرت، انت كذا. طبعا ممكن الحاجات دي تبقى بتمر مرور الكرام، ولكن مرة مرتين، انما كان بشكل مستمر. انا كانت الفترة دي من اكتر الفترات اللي كنت ببقى فعلا خايفة انه يجرالي حاجة. فمهما احكي عن الفترة دي عمري ما هقدر ان انا اوصف مدى الاحساس اللي كان عندي وقتها. تالت سبب وهو شخصي جدا وما كنتش حابة برضو ان انا اتكلم فيه، ولكن انا والدتي كانت بتشتغل. انا فاكره كنت كل ما اروح اول حاجه بسال عليها، حتى لو جوايا مش لحد، هي ماما. ادخل ادور عليها في البيت، وهي كانت بكل طاقتها بتحاول ان كل حاجه تبقى تمام. بس مهما ان الست بتحاول، عمر احنا ما اتخلقناش عشان نبقى هنا وهنا، وهي كان ليها ظروف بتجبرها. فربنا يا رب يبارك في صحتها وعمرها وما يسوقنيش فيها ابدا. ولكن كانت لحظة السعادة بالنسبة لي اليوم اللي اروح فيه الاقي ماما موجودة وريحة المطبخ رز وبسلة ولحمة، يعني ماما موجودة في البيت، اكل طازة. ممكن دي حاجات ما يقدرهاش حد عاشها، بس انا اتمنى ان معيش ابني احساس ان ماما لسه ما جاتش، وان كان وان هو كان نفسه ان انا اكون موجودة. فربنا يديني طول العمر وحسن العمل، وابقى دايما موجودة في حياته يا رب. انا في كلام حاسه انه ممكن المفروض ان انا ما اقولوش، بس انا بجاوب بكل حاجه جوايا عشان لو حد فعلا في حاجات ممكن يستغنى عنها ويكون مع اولاده، اعتقد ان دوت احسن حل. في الفتره اللي فاتت انا كنت طول الوقت بفكر وطول الوقت بقول ايه ممكن استغنى عنه في مقابل ان انا اكون السكن اللي موجود في البيت، وخاصه ان الشغل بيأثر في شخصيتنا. اقسم بالله بنلاقي نفسنا رجاله، اللي هو بنستحمل المدير والشغل والزملاء، ونروح عايزين اللي يشيل عننا. فنروح نلاقي ان احنا عايزين الشخصية اللي المفروض تبقى احنا، نروح نلاقي اشخاص تانيين عايشوا نفس اليوم بتاعنا وعاوزين نسمع ونبادي، فنلاقي ان نزولنا مخلي في البيت خلل. نزول الست يعني من بيتها والله بيخلي في البيت خلل. طبعا مع احترامي لأي حد مجبر انه ينزل، فانتي بطلة. ومن اهم الاسباب اللي خلت عندي القوة اني اخد الخطوة ديت ان انا خريجة ألسن، فممكن ان انا
طبعا انا ما اشتغلتش بيها ابدا، ولكن قلت ممكن لو لا قدر الله الدنيا قفلت خالص ممكن اخد كورس واحاول ان انا اترجم مثلا ويبقى شغل من البيت. اخر سبب انه ايا كان المرتب بتلاقي المرتب رايح على اكلك وحاجات يمكن الاستغناء عنها، زي حاجات سكين كير مثلا بتجيبيها كل 6 شهور، او لوشن كل كام شهر، مصاريف على الحضانة مثلا، او حاجات يمكن ان هي تتدبر او نستغنى عنها لو قعدنا ترتيب اولوياتنا. وكل ده بس عشان نطلع اطفال اسوياء ونعيش حتى لو حياة بدائية بس نكون اهدى نفسيا ونكون السكن. انا كده جاوبت على اكتر النقاط اللي كانت السبب. وبكرر تاني ان في بنات وسيدات كتير محتاجين فعلا الشغل، وانا كمان محتاجة المادة اللي بتعود علينا من الشغل. ولكن انا بشوف هل ترتيب الاولويات افضل ولا بكرة شايل ايه. اسأل الله لي ولكم صلاح الحال، وربنا يجعل بيوتنا كلها سكن وهدوء وذرية صالحة، ويرزقنا ويرزق أزواجنا من حيث لا نحتسب. وما تنسونيش من صالح دعواتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.